انمي فيلاند ساجا، الانمي الاكثر تشويقا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحط لايك او ديسلايك حسب عجبك الفيديو ولا لا. قول لي رايك في الكومنت، لو عندك تعليق على الفيديو قوله لي عشان نحسن من المحتوى. كمان ما تنساش هتلاقي في انميات تانية تحت في القناه. تمام، بس قبل ما نرجع على الانمي معلومة كده على السريع، ان في 3 قنوات اصدقائي: قناة انمي جيمي، والقناة التانية زورو، والقناة التالتة قناة كوكب الانمي. وبس كده، روحوا اشتركوا عندهم وفعلوا زر الجرس، قولوا لهم من طرف الكومي. ويلا بينا على الانمي. بيبدأ الانمي بمشهد جميل جدا وعادي زي اي انمي، زي اي حاجة. بيبقى واحد اسمه اينار وامه واخته اسمها روتا، وبيبقى اينار مدرب انه يحمي نفسه كده وعيلته. وبعد كده امه بتقول له انت ناوي تبقى حطاب، فبيقول لها لا، انا ناوي بس اتدرب علشان ابقى قوي علشان اقدر احميكوا. وبعد كده بننتقل لمشهد بيبقوا قاعدين فيه بياكلوا، وبيبقى اينار بيقعد يكلم امه وبيقول لها ان هو كان بيتدرب وبيعمل كل دوت علشان عايز يحميهم. فامه بتقعد تقول له ابوك مات وحمانا، فاحنا دلوقتي عايشين فالحمد لله. فهو بيقول لها بس هو عشان كده كان بيتدرب علشان لو حصل اي موقف يقدر يحميهم. كده بتقاطعهم اخته روتا وبتقول ان الحليب طعمه لذيذ، فامها بتوافق على رايها وبتقول فعلا طعمه لذيذ. بعد كده بيبقى اينار بيقعد يتكلم معاها. بعد كده بينتهي المشهد على كده، ويروح لمشهد غريب جدا بيكون فيه المزرعه كلها بتتحرق، وبيبقى اينار وامه واخته بيتفرجوا من بعيد. بيبقوا امهم بتقول لهم يلا علشان هنهرب عن طريق نمشي على طول، وهتمشي عن طريق النهر. وبعد كده نكون هربنا. وروتا بتكون زعلانه، وامها بتهديها وتواسيها وتقول لها انا واخوكي معاك فما تخافيش. وبعد بيطلعوا يجروا، وفجاه حد بيضرب سهم على ام اينار بتقع، واينار بيلمحها وبيوقف جري. وبعد كده بيصوت، وبتكون روتا سمعت الصوت عشان هي كانت بتجري قدامهم شويه، وبترجع وتلاقي امها واقعه وبتنزل. وبيبقوا الاتنين قاعدين يشوفوا امهم، وبيبقى اينار بيحاول ياخدها ويساعدها، وهي بتقعد تقول له اهرب انت واختك، مالكش دعوه بيا، انا كده كده اصلا مش لازم اعيش، روح انت واختك واهربوا. بعد كده هي بتقول له انا يمكن اكون عجوز بتحتضر، بس ممكن اقدر انقذكم، فاجروا واهربوا. بعد كده امهم بتحتضر وبتموت. وبعد كده بيكون اينار وروتا قاعدين مش عارفين ايه اللي بيحصل. بعد كده بيجوا الناس من بعيد وهيقبضوا عليهم وخلاص، وبيقولوا هما ليه ما بيتحركوش، هما ليه ما بيهربوش، اللي هما عايزين يقبضوا عليهم وخلاص. هيقبضوا على اخت اينار. واحد بيقول دي منظرها فاتنة يعني جميلة، وبيمسكها وبيشيلها على كتفه وهيمشي بيها. فاينار بيتدخل، ولكن في واحد بيديله بكوعه في مناخيره فبينزل. وبعد كده روتا لما بتلاقي اخوها مضروب بتمسك حاجة زي خنجر كده من شعرها، بتقوم غزة بيه الشخص في ظهره، فهو بيقوم منزلها من على ظهره وبيقوم ماسك السكينة وبيقطعها نصين. واحد من صحابه بيقول له انت عملت كده ليه؟ فبيقول له هي غزتني بحاجة في ظهري. بعد كده بيقولوا خلاص هناخد اللي هو الشخص دوت على اينار، بيتكلموا عليه بيقولوا هناخده نبيعه ونشتري بثمنه شراب. فكده بيقولوا تعالى يا ثمن شرابنا. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون اينار فيه بيتألم وعمال يعيط وهم جارين وراهم. بعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه كل الناس مسكوهم حاطينهم في مكان وبسفينة، وبيقولوا ماشيين بالسفينة في البحر. ففي واحدة عيانة، فبيقولوا لقد استاءت حالتها، وبيمسكوها ويقوموا رامينها من فوق السفينة. فاينار بيستغرب بيقول ايه ده، انت عملت كده ليه؟ فبيقول له من الاحسن الا تكون عيانا، وبص على حلقه ولقى مش ملتهب، بيقول له هذا افضل حاجه ان يزورك مش ملتهب. وبعد كده بننتقل لمشهد تاني بيكون كل الناس وصلوا للمكان اللي هيبيعوا فيه. بعد كده بيبقى اينار حاول يهرب من الناس، وبيدخل بيت واحده بياخد منه اكل. وبعد كده وهو خارج واحده بتبقى بتقول الحقوني هذا لص،
وبعد كده وهو بيجري بسرعة بيخبط في وشه الشخص اللي كان خطفه، بيقول له انت عايز تهرب يا اينار؟ فبيمسكه ويرجعه تاني، وبيبقى عبرة لكل الناس، وبيبقى مضربينه ومشوهينه، وبيقولوا انت عبرة لكل الناس، وكل الناس اللي عايزة تهرب هيحصل فيها كده. بعد كده بيقولوا من الأحسن أن تباع، أن تلاقي يعني واحد يشتريك. بعد كده بنروح لمشهد كل الناس فيه واقفين وبيجوا ناس بيشتروا فيهم، وبنروح لمشهد بيكون فيه واحد جاي وبيسأل على واحد بيقول أين العبد الذي أريد أن أشتريه اللي هو أشقر وقصير. ففي واحد بيرد عليه من بعيد ويقول له اللي هو بيبيع العبيد دول، بيقول له ما رأيك في هذا على إينار؟ بيقول له يعني انا كنت جاي اصلا احرر واحد من قرايبي مش عشان اشتري عبد. وبعد كده بيمشي ويسيب الراجل ده، بيجي بعد كده راجل من بعيد وبيقعد يكلم اينار ويقول له هل تفهم لغتي؟ فبيقول له اجل. وبعد كده اتكلم معاه قال له ما اسمك؟ قال له اينار. قال له ما رايك ان تاتي وتشتغل معي في مزرعتي؟ فبعد كده بيقول له مزرعه. وبعد كده خده معاه واشتراه وخلاص كده، وهو اشترى اينار واينار راح يشتغل معاه. بعد كده إينار بيقول هذا فعلا أحسن شيء لكن يجب علي أن أعيش وأبقى حيا. وقال إنه ما عندوش حد أصلا كان علشان يهرب، وهو قال إن هو ده أفضل خيار ليه دلوقتي، إنه يبقى مع الراجل اللي يخدمه ويبقى يساعده. وبعد كده بيبقى ماشي معاه وبيشوف المزرعة ويشوفها كبيرة، الحقل كبير جدا وعجبه. وبعد كده وهو بيقول مع نفسه إن هو لو أرضى سيده مش هيجوع أبدا. بعد كده سيده بيروح يعرفه على واحد، والواحد دوت اسمه سورفين، بيبقى دوت تقريبا هيشتغل معاه. وبتنتهي الحلقة على بمشهد بيكون فيه السيد بتاع نورفين وإينار بيقول لهم إن هما لازم يشتغلوا في الحقل والمزرعة بتاعته علشان يسددوا تمنهم اللي هو اشتراهم بيهم. وبعد كده هيبقوا أحرار، هما لازم يقطعوا الغابات ويزرعوا مكانها محاصيل القمح ويبيعوها له وهو يشتريها منهم، ويبقى كده هما بقوا أحرار مرة تانية. طبعا إينار بيتفاجئ وبيقول ايه الكلام اللي بيقوله وهو مستغرب، وهو بيقول لهم اي حاجة عايزينها عندكم، الشخص دوت هيساعدكم علشان دوت خد حريته بنفس الطريقة. بينتهي المشهد الأول على كده. بيروحوا يشتغلوا في الغابة، وبيبقى إينار بيقول لسورفين انت قطعت جزء كبير من الأشجار، فبيقول له لا لسه، وقال له احنا لازم نقطع ناحية النهر مش الناحية التانية، فقال له ده كده في شغل لسه كتير. فإينار اتضايق وقال ده كده لسه في شغل كتير. وبعد كده بدأوا يشتغلوا، وكان إينار من كتر الشغل تعب. وبعد كده بيقول لسورفين هل هيبقى في غدا؟ فقال له ايوه. فقال له طب واحنا هنروح ناكله منين؟ فبيقول له لا هم اللي هيجيبوا لنا الاكل. فطبعا إينار انبسط قال يعني كمان هيجيبوا لنا الاكل، ده حاجه حلوه. وبعد كده بيقعدوا يشتغلوا، إينار تعب جدا وبعد كده بيسمع صوت ناس جت من بعيد، فبيقول اكيد دوت اللي جايبين لنا الاكل. فبعد كده بيقول له ايوه سورفين. وبعد كده بيروح إينار بسرعه علشان هو جعان وبيشوف هما الناس جايبين له ايه. فهم الناس من بعيد 3 أو 4 اشخاص عمالين يضحكوا ويقولوا انه هو العبد الجديد، وعمالين يضحكوا. بعد كده بيديله واحد كيس في ايده، لما بص فيه لقى فيه يا دوبك لقمه صغيره وما لقاش اكل كتير. فقال هل هذا طعامنا؟ فقال له اجل هذا طعامكم انتم الاثنين. فبعد كده هو طبعا بيتضايق بيقول ازاي ده طعامنا احنا الاثنين، وبيبقى ماسك الكيس وبيبقى عايز يزعق ويضربهم. بس بعد كده سورفين بيجي ياخد الكيس بسرعه ويقول لهم شكرا جزيلا. بعد كده بيناموا، وبعد كده بيبقوا سايبين حصانهم ليهم ويقولوا لهم يعني عارفين لو صحينا ولقينا في خدش او متعور انتوا عارفين هيحصل فيكم ايه. بعد كده بيفضلوا يشتغلوا كل من إينار وسورفين. وبعد كده بيستخدموا الحصان في ان هم يحركوا الشجر ناحيه النهر وكده. بعد ما بيشتغلوا بالحصان اللي كانوا سايبينه لهم الناس اللي نايمين على جنب دول، بيبقى قابلهم السيد مرة تانية وبيقول لهم ما رأيك يا إينار انت عملت ايه النهاردة؟ فبيقول له انا عايز اشتكي لك على حاجة. وبعد كده بيبقى خلاص هيشتكي له، وسورفين بيبقى عايز يمنعه بس هو بيزقه. بعد كده بيبقى عايز يشتكي له، فبيشوف واحدة كده. وبعد كده بيمشي السيد ويقول له انت نسيت يعني وكده، فلو افتكرت بقول لي. بعد كده بيمشي ويسيبه. بننتقل لمشهد بيكون فيه كل الخدم وكل العبد اللي مشتريهم سيد
بيشتغلوا في حقل، وبعد كده بيبقى كلهم بيشتغلوا بشكل منظم، كلهم بيحبوا بعض، وبيجوا مجموعة من الناس جايبين مية ساقعة في الحر، بيدوا للسيد بتاعهم مية، وهو بيقول لهم لقد ارتويت، وبيقول لهم لقد عاد لي نشاطي، وبدأ يشتغل مرة تانية. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه إينار وسورفين بيبص على السيد من بعيد، وهو بيكلم واحد وبيزعق له، بيقول له المفروض نقطع القمح بحتة أطول من كده شوية من تحت الركبة وليس أقصر من هذا، لأنه كان بيقطعه بطريقة مش صح. وبعد كده كانوا عمالين يتخانقوا، فبيقول له ليه؟ قال له علشان احنا لما بنقطع القمح بيبقى في جزء لازم نسيبه عشان الحيوانات تيجي تاكل والغنم وكده. فهو بيقول له تمام، وبيقعد يزعق فيه، وبعد كده بيقعد يشتغل بهوجائية، وتاني دوت ابن السيد. وبعد كده بيقوم راكب الحصان بتاعه ويجري بسرعة ويرجع على بيته. وبنروح لمشهد بعد كده ابن السيد بيبقى غضبان وبيقعد يجري بالحصان في الليل في الضلمة. بيبقى فيه 2 عاملين كان عنده أبوه اللي هو السيد، بيبقوا قاعدين في الحقل، فهو بيقولوا له ما تجريش بالحصان بالليل علشان السباقات خطر بالليل بالحصانة. وبعد كده بيقولوا له تعالى هنروح نشرب شوية. وبعد كده بنروح لمشهد فيه إينار وسورفين بيقعدوا يتكلموا، وإينار بيقعد يحكي على سورفين على كل حاجة، بيقول له أنا جم الناس حرقوا المزرعة بتاعتي والحقل بتاعي زمان مرتين مش مرة واحدة. مرة كان الإنجليز كانوا جايين والملوك بتوعهم هجموا علينا، وأبويا حمانا أنا وعيلتي وواجه الملوك بنفسه ومات. ودلوقتي هجموا علينا مرة تانية وموتوا أمي وأختي، وأنا دلوقتي أنا الوحيد اللي عايش. وبعد كده بيقول سورفين هل أنت صاحي؟ وبعد كده بيبقى سورفين بيظهر مشهد كده ليه، بعد كده بيغمض عينيه وبينتهي الانمي. بتبدأ الحلقة الثالثة من انمي فيلاند ساجا بمشهد بيكون فيه ابن السيد مع الاتنين اللي راحوا يشربوا وقعدوا يتكلموا، وابن السيد بيقعد يقول انا ابويا معتبرني ان انا واحد صغير، فهما بيقولوا ما هو دوت بالنسبه لك علشان انت لسه عندكش غير 17 سنه. وبيقعدوا يتكلموا معاه وبيشرب كتير، وبعد ما بيشرب كتير بيمسك السلاح بتاعه اللي هو السيف بيقول له بارزني. بعد كده هما الاتنين بيقوموا زقين الترابيزه ويوقعوه، بعد كده يمسك سيف الشخص ده بيمسك سيفه بيثبته. بعد كده بيقعد يبكي ويقول انا ابويا لسه هيقعد يفتكرني عيل صغير زي ما انا. فهو بيرد عليه ده واحد من الاتنين ويقول له ما هو انت هتكبر لما تقتل شخص. فقال له اقتل مين؟ فقال له اقتل حد يكون امره مش مهم بالنسبه لك. وبنروح لمشهد بيكون فيه إينار وهو بيفك زنقته، وبعد كده بيسمع صويت وصريخ، فبيشوف مين اللي بيصرخ كده، فبيلاقي سورفين هو اللي بيصرخ وبيكون بيحلم، فبيقوم مصحيه ويقول له انت كنت بتصرخ كده ليه؟ فبيقول له ان هو كان بيحلم بحاجه بس هو مش فاكرها. وبعد كده بيقول له خلاص تعالى نشطف وشنا وبعد كده نروح نرجع نشتغل. فبعد كده بيروحوا يشطفوا وشهم، فبيلاقي واحده وإينار بتبقى دي اللي شافها قبل كده وقت لما كانش عارف يقول ايه للسيد. وبعد كده بيقعدوا يتكلموا وبيجي الاتنين اللي هو مع ابن السيد اللي هو اسمه ثعلب، وبيقول له سورفين ما اسمك؟ ذكرني باسمك. فبيقول له سورفين، وبيجي يقول وانت هل انت العبد الثاني الجديد؟ فبيقول له اجل. وبعد كده بيقول لهم تعالوا معايا اللي هو سورفين وإينار، وبيروحوا معاه. وبعد ما بيروحوا معاه بيكتشفوا ان هم راحوا عند ابن السيد. وبعد كده بيبقى ثعلب بيقول لابن السيد اقطعوه هكذا، وهو ماسك السيف بيبقى ماسك السيف ومثبته وبيقول له اقطعوه هكذا. فطبعا بيتدخل إينار وبيقول ماذا سوف يفعل؟ ماذا تريدون؟ فبيقول له ان هو هيقتلك، ودوت طبعا شرف ليك لان تتقتل من ابن السيد. فطبعا هو بيقول له يعني بيبقى متضايق وبيبقى عايز يمنعه كده اللي هو إينار. وبعد كده هم كلهم عمالين يضحكوا يقولوا ده شرف ليك لازم تنبسط بالموضوع دوت. فبعد كده إينار بيقول لسورفين اجري بسرعة واهرب وانا هبقى وانا همسك ابن السيد. وبعد كده بيهجم على ابن السيد وبيوقعه على الارض وبيفضل ماسكه
بيقول لسورفن يلا اجري، انت واقف بتعمل ايه؟ وبعد كده سورفن بيقعد يتفرج عليهم ويقول ايه الهبل اللي هم بيعملوه يعني؟ انا موافق اصلا ان انت تخلي ابن السيد قطعني عادي، انا عايز اموت، انا مش فارقه معايا حياتي. وبعد كده بيفضل الموضوع زي ما هو عادي، بيبقى ابن السيد واقع على الارض وإينار ماسكه علشان ما يقتلهمش. وبعد كده بيكرر كلامه سورفن مره تانية وبيقول قطعوني، انا كده كده اصلا مش عايز اعيش، وخلوا إينار يرجع مكانه واشتغل عادي. فبعد كده بيجي اللي اسمه ثعلب ويقول ذكرني باسمك مرة تانية، فبيقول له اسمي سورفن، وبيقول له لماذا لا تخاف الموت؟ فنحن جميعا نخاف الموت، كيف انت لا تخاف الموت؟ وقعد يكلمه بالموضوع دوت. وبعد كده بدأ طلع السيف بتاعه وبدأ يقطع في جسمه، اداله بالسيف خدش جسمه. وبعد كده بننتقل لمشهد بيكون فيه واحد لسه صاحي من النوم بيقعد يدور على جده، يقول اين انت يا جدي واين الطعام؟ فبيقول له تعالى ساعدني في الحقل والا أنا مش هعمل لك اكل. فبعد كده يا الله، تعالى ساعدني في الحقل والا مش هعمل لك اكل، حلوه قوي دي. وبعد كده بيقول له لو انت ما ساعدتنيش انا مش هعمل لك اكل. وبعد كده هو بيقول له انا مش هساعدك طبعا، فقال له خلاص اعمل اكل لنفسك. فقال طبعا مش هعمل اكل لنفسي، وراح ركب الحصان وقال له انا هروح ومشي. وبعد كده بيمشي بالحصان، وبعد كده راح للمكان اللي هم فيه الناس دول اللي هو فيه ثعلب. وبعد كده بيقعد يقول انهم حمقى في اي مكان بيروحوا بيعملوا دوشه وصخب. وبعد كده بنرجع تاني لسورفن وهو بيتقطع وبيتشرح وهو عمال يعوره بالسيف ويشرحه. وبعد كده قام مديله خدشه جنب عينه وهو ما يرمش. فطبعا الشخص اللي كان جايب الحصان دوت بيقول انه لم يرمش حتى، ما هذا؟ واستعجب بيه وقال ان هو شكله شخص جامد. وبعد كده بيبقى خلاص هو عمال يشرح فيه مرة تانية وبيقوم مطير جزء من ودنه. وبعد كده بيقول له عينك الجزء القادم. وسورفن بيقعد يقول له ما فايدة الحياة أصلا، أنا ما أستفيد شيئا منها وما عملتش أي حاجة عشان أعيش، يعني مش مهمة الحياة بالنسبة لي. فبيقول له عينك اللي جاية، يعني أنا هشيلك عينك المرة الجاية. فبعد كده بيتدخل الشخص اللي كان على الحصان دوت بيقول توقف يا ثعلب، وبنكتشف إن اسمه ثعبان. بيبقى ثعبان دوت هو القائد بتاع ثعلب وبقية الناس. وبعد كده بيقول لثعلب تعالى إلى هنا، فبيسمع كلامه وبيبطل اللي بيعمله وبيجيله وهو بيقوم مديله لقمية او بالبنية في وشه. وبعد كده بيقع وسنانه بتتكسر، وبينتهي المشهد دوت على كده، وبتنتهي الحلقة على كده. وبتبدأ الحلقة الرابعة من انمي فيلاند ساجا بمشهد اللي احنا انتهينا بيه المرة اللي فاتت في الحلقة الثالثة، وبيكون اللي اسمه ثعبان بينادي على اللي اسمه ثعلب وبيقول له وقف اللي انت بتعمله بعد ما قطع ودن سورفن. وبعد كده هو بيقول له حاضر وبيوقف اللي بيعمله. وبعد كده بيقول له تعالى لهنا، فبيجي ويقوم مديله بالبوكس في وشه. وبعد كده بيسأل كمان اللي كان معاه بيقول له انت كنتوا بتعملوا ايه، اشرح لي انتوا كنتوا بتعملوا ايه. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه وهو عمال بياكل وعمال يتكلم ويتأسف اللي اسمه سورفن على اللي هو عملوه فيه. وبعد كده بنشوف وهو رايح يهجم على سورفن بيطلع بس سيفه، بيكتشف هو ليه ما كانش رمش وكده، فلقاه هجم عليه بطريقه غريبه اللي هو سورفن، وهو سورفن ما كانش قصده يهجم كده. بعد كده ثعبان بيقول له ان انت جسمك عايز يعيش مش يموت، فقال له هل اريد ان اعيش، بيسأل نفسه اللي هو سورفن. وبعد كده ثعبان بيقول للناس اللي بيشتغلوا عنده ما تعملوش حاجه زي كده تاني، بيقول لهم علشان لو عملتوا اي حاجه تاني انتوا عارفين ايه اللي هيحصل لكم، مش هتعرفوا تندغوا الطعام حتى مني عشان هعذبكم. بعد كده بينتهي المشهد على كده. بعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه اللي اسمه باطر اللي هو قال لهم السيد بتاعهم ان باطر دوت هيساعدهم في اي حاجه هم عايزينها منه عشان دوت خد حريته بنفس الطريقه اللي هم هياخدوا بيها حريتهم. وبعد كده باطر بيبقى بيعالج اللي اسمه سورفن وبيدهن له مرهم وبيحط له ضماد وكده علشان ايه يقدر يخف، تمام. وبعد كده بيقول لهم ان هو هيقول للسيد ان ياخدوا راحه النهارده علشان هم تعبانين بسبب اللي حصل معاهم، وقال لهم اي حاجه يحصل لكم من اللي اسمهم ثعلب وكده تعالوا قولوا لي قبل ما تروحوا معاهم. فبعد كده هم بيقولوا له ماشي. وبعد كده بيبقى هو بيضمد جراح سورفن، فبعد كده
هو بيقول انا خلاص انتهيت. فبعد كده اينار بيقول لسورفن اشكره وهو ساكت ما بيردش، عمال يقول له قول له شكرا جزيلا لانه اللي عمله معانا الشخص اللي اسمه باطر. فبعد كده البطل بيقول انا عارف ان سورفن قليل الكلام فعادي، وبعد كده بيمشي ويقول لهم عايزين اي حاجه يبقى قولوا لي وانا رايح ابلغ السيد ان انتوا مش هتشتغلوا النهارده علشان انتوا تعبانين. وبعد كده اول ما بيمشي سورفن بيكون ماشي، فاينار بيقول له انت رايح فين؟ بطر قال لنا نستريح النهارده ويبقى نشتغل بكره لان احنا تعبانين. فبيقول له دي مجرد خطوش عاديه، انا رايح اشتغل. وقال له انا رايح الغابه، فقال له طب استنى هاجي معاك. بعد كده راحوا يشتغلوا، وكان اينار بيسال سورفن زي انت عملت كده وقت لما الثعبان هجم عليك؟ فقال له حصل معايا كده عادي. فقال له انت شاركت في الحرب قبل كده ولا لا؟ فقال له اه شاركت في حروب. فقال له قتلت ناس ولا لا؟ فقال له قتلت. فقال له طب قتلت كام واحد؟ فقال له ليه انت بتسأل ليه؟ انا كنت فاكرك ما بتحبش الحروب. فبعد كده سورفن بيقول له انا قتلت ناس كتيره لدرجه اني مش فاكر عددهم. بعدين قال له انا كنت في الحروب من وانا عندي 5 سنين وكنت مع الدنماركيين وقت لما هجموا على قريتك وكده. نار زعل فجأة كده وقعد متضايق، وبعد كده انه عملهم وبيروحوا يناموا. وكمان سورفن كان قبل ما يخلصوا عملهم قال له انت اكيد كده زعلت مني. فبعد كده ما بيردش عليه. بنروح لمشهد وهم نايمين وبيكون سورفن بيحلم زي عادته، ويكون اينار بيبقى عايز يقتله علشان ينتقم لعيلته وكده، وبيبقى خلاص بيخنقه. وفجأة بيسمعه وهو بيصوت وبيزعق. فبعد كده هو بيرجع عن كلامه اينار مرة تانية وبيشيل ايده من على رقبته. وبعد كده بيصحي من النوم، ويكون الحلم اللي هو بيحلم بيه سورفن ان هو بيقتل ناس كتيرة. وفجأة بيصحي من النوم وسورفن بيقعد يقول له انا اسف لو انا كنت شاركت في الحروب وكده، بس انا كنت صغير وقت لما كنت كده، كان عندي 5 سنين او 6 سنين، وبعدين انا كانوا يعني جابرين عليا كده. وكمان انت شكرا ان انت صحتني، وانت كل مره بتصحيني وبتنقذني من الحلم. فبعد كده اينار بيقول له على اي حال انت اكيد مش انت اللي قتلت عيلتي فعادي. وبعد كده بتنتهي الحلقه على كده، بس بيظهر مشهد في الاخر بيكون فيه ناس كده في حلم سورفن مره تانية او حاجه هنعرفها في الحلقه الجايه، وبينتهي الانمي المره دي على كده. ده الحلقة الخامسة من انمي فينلاند ساجا. بتبقى في مشهد بيكون فيه واحد اسمه أشلاد، وهو بيبقى داخل على الامبراطور او الملك بتاع انجلترا، وبيبقى ملك انجلترا اسمه سيون، وبيكون هو بيكلم ملك انجلترا بيبقى عايز يقتله. وبعد كده بيبقى في واحد تبع الملك بيبقى عايز يتدخل، فاللي بيبقى معاه التاني بيرد عليه وبيقول له ما تتدخلش، دي طبيعة أشلاد، هو هيبقى عصبي شوية وبعد كده هيهدى. وبعد كده بيقول له ان احنا مش عايزين نأذي الملك. وبعد كده أشلاد بيقعد يكلم الملك وبيقول له هقول لك اسمي الحقيقي اللي سميتهوني امي، وهو اسمه الحقيقي اسمه لوسيوس ارتوريوس كاستوس. وبعد كده بيقوم قاطع رقبته وبيقول له انا الان قد ارتاح. واحد بيقول ان انجلترا هي ودنمارك كانوا بيتحاربوا زمان، وكانت الدنمارك سيطرت على انجلترا عام 1014، وبيكون في ملك اسمه اسرد وبيكون عاد علشان يمسك انجلترا مرة تانية بعد ما رجع من منفاه، عاد لمنصبه. وكان هو رجع لمنصبه بعد ما عرف بموت سوين. ويكون كمان اللي اسمه كنود خلف والده اللي هو اسمه سوين انه يمسك الفايكنج يكون جيش وكده علشان يرجع ويحكم انجلترا مرة تانية. وبيكون دلوقتي عندنا ملكين مش ملك واحد لانجلترا، الملك الاول وهو اسرد الثاني والملك الثاني هو كنوت. ودلوقتي انجلترا في حالة فوضى ومش عارفين مين الملك الحقيقي. بنروح لمشهد بيكون فيه اللي اسمه كنوت وهو بيكلم اللي معاه اللي هو المساعد بتاعه واسمه غنار. غنار بيقول له ان المنطقة كلها في وضع سيء بكتير من اللي هم كانوا فيه. فبيقول له اللي اسمه كنوت ما تحسسنيش من الكلام اللي انت بتقوله ان احنا مش سبب في الحاصل في الدولة دي. فبعد كده بيستغرب وبعد كده بيسكت. وبعد كده هما ماشيين بيبقى اللي اسمه كنوت بيقابل واحد وبيقول له شكرا ان انت جيت وقابلتني، وبعدين ما كانش لازمة ان انت تيجي، يعني عادي كنت ممكن تقول لي من غير ما تيجي. فهو قال له ان هو جه علشان يشوف احوال المنطقة دي وكمان علشان يقابل حد. فبعد كده هو بيقول له تمام. وبعد كده وهو بيكلمه فبيقول له انا هقبل بالجنود دول
بعد كده بيقول له ان في واحد اسمه هي الميرسيا يدرك، هو قال له ان هو رجل جبان، ودوت بيبقى هو الشخص بتاع المنطقة اللي هما سيطروا عليها اللي اسمها مارسيا. وبيبقى الشخص ده بيقولوا عليه ان هو جبان. يدخل واحد وبيبقى عايز يقتل الشخص اللي هو اسمه كنوت، بيبقى عايز يقتله لسبب لانه هو بيقطع الحرب اللي هو كان فيها، وبيقول له ما يكملش الحرب دي. فهو بيبقى متضايق، بيقول انا بكره لما حد يوقف معاركي اكتر مما بكره الضفادع. فبعد كده الناس بتقول ضفادع وبيستغربوا ايه اللي هو بيقوله دوت. وبعد كده هو بيقول للي اسمه كنوت ان هو بيحب ان هو يقطع راس حد، بيحب الحروب وكده. بعد كده بيهدى وبيمشي. وبعد ما بيمشي الشخص اللي اسمه كونور اللي هو مساعد الملك كنوت بيقول له انت ازاي تسيبه هناك كده في وسط الجنود. فهو بيقول له ان هو شخص صريح، وبيقول ان هو قدم له نصيحة. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه اللي اسمه كنوت بيبقى مع الشخص اللي اسمه يادر، وبيبقى دوت بيكلمه وبيعرض عليه فلوس كتير علشان يسيب مارسيا ويخرج ويسيبوا الملك عليها. فبعد كده بيقول له اللي اسمه يادر، بيقول له ان بعد ما هيخرج هيديله كمان 4000 جنيه على اللي هم معاه، فيبقى معاه 8000 جنيه. وبيقول له الفضة دي كتير وكده. فهو بعد كده اللي اسمه كنوت بيقول له انت عايز تديني فلوس علشان اخرج، يعني بتديني ضريبة دنغل يا إدرك علشان اخرج من مرسيا؟ فبعد كده بيقول له اجل. فبيقول له ان هو مش هيخرج، انت حبة الفلوس بس اللي انت عارضهم لي دول والفضة دول كلها بس مجرد انك غلطت فيا وبتطلب مني ان اخرج، انا ملكك لان انا سيطرت على المنطقة. وبعد كده هو بيستغرب اللي اسمه إيدرد، بيبقى خايف من اللي هيعملوا فيه. فبعد كده اللي اسمه كنود بيقول له ان هو هيسامحه ويخليه الملك على مارسيا لو هو قدم له معروف. ايه هو المعروف؟ هنعرفه، وهو انه يجيب له راس الملك اللي اسمه إسرائيل الثاني. وعن طريق ايه هنعرف بعد شوية. وهو بيتكلم معاه ان هو بيرفض عرضه، وهم بيقول له انت عايزني اخون إسرائيل الثاني. فهو بيقول له ان هو خانه قبل كده فمفيش داعي انه يخونه تاني، عادي مش فارقه. وبعد كده بيقول له تعالى اوريك حاجه. لما هو بيرفض عرضه وبيخرج بره وبيشعل حاجات وبيوريه الحاجات وهي بتتشعل وبتتحرق، فبيقول له انا ممكن احول لك مرسيا لرماد. فعشان كده هو بيخاف بينفذ اللي هو بيطلبه منه. وهو بيجيب راس إسرائيل الثاني ازاي؟ عن طريق انه بيسممه في المشروب بتاعه اللي هو الخمر. وهو بعد كده بعد ما بيموت اللي اسمه إسرائيل الثاني بيمسك مكانه الشخص اللي اسمه إدموند ابن إسرائيل. وبعد 7 شهور هو الآخر بيموت لأنه بيموت بمرض مش معروف. وبعد كده بيبقى الحكم انتقل للشخص اللي اسمه كنوت اللي هو ابن سوين. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه الشخص اللي كان متضايق من كنوت في البداية، وبعد كده شخص بيكلمه وبيقول له ان دلوقتي كنوت هو بقى حاكم انجلترا. وبعد كده بيقول له ما تجيبش سيرته. وبعد كده بينتهي الحلقة على كده. بتبدأ الحلقة السادسة من انمي فينلاند ساجا بمشهد بيكون فيه إينار وسورفين وهما بيكونوا بيشتغلوا في الحقل، وبيبقى إينار بيسحب الغصن بتاع الشجرة وسورفين بيقول له وقف يا إينار لنحفر أكتر ونخرج هذا الغصن. وبيقعدوا يحفروا أكتر، في الآخر بيطلع الغصن كبير. وبعد كده إينار بيقول له إنه لازم يكون معانا حصان. وبعد كده بيروحوا كل من إينار وسورفين وبيسألوا الضيوف ويقولوا لهم إن هم عايزين حصان. فبيقولوا لهم استعملوا جسمكم في العمل. وهم ماشيين إينار بيقول إنه خيارهم الوحيد إن هم يتحدثوا مع السيد. وبعد كده سورفين بيقول لإينار إنه حتى لو قالوا للسيد الضيوف هيزعلوا منهم ويحقدوا عليهم. وبعد كده إينار بيقول لسورفين مفيش حل غير كده. وبعد كده سورفين بيقول لإينار إنه ما ينفعش يأجلوا الزراعة أكتر من كده. وبيقول إينار لسورفين إنها هتقعد كام سنة علشان تتزرع بالشكل ده. وهم ماشيين بيشوفوا واحد عجوز بيطلب منهم
انهم يساعدوه. وبعد كده بيقول لهم ان انتم مش عايزين اي حاجة اديها لكم، مثلا يعني حصان. فهم بيبقوا مستغربين هو ازاي عرف. وبعد كده بيقولوا له اجل محتاج الى حصان. فبعد كده بيخليهم يخدموه ويساعدوه في حاجات كتيرة، واخيرا بياخدوا الحصان. وبعد كده وهم ماشيين بالحصان إينار بيقول لسورفين هل عملت بالزراعة من قبل؟ فسورفين بيقول لإينار إنه ما زرعش قبل كده، وقال له إنه في بلدته ما كانش فيه حد بيزرع. فبيرد إينار ويقول له إنه عن نفسه هو بارع في الزراعة. وهم مكملين ماشي بيبقى في ناس من الضيوف وبيقولوا لإينار وسورفين إن هما إزاي خدوا حصان من غير إذنهم. فبعد كده إينار بيقول لهم إن هما أصلا مش واخدينه منهم، وهم واخدوه من راجل اسمه سفركل، وهم بيقولوا لهم مفيش حد اسمه سفركل. فإينار بيقول لهم هو عجوز أصلع وقصير. والضيوف عمالين يفكروا، واحد منهم بيقول يمكن يكون هو السيد الكبير. فبعد كده إينار بيقول مين هو السيد الكبير؟ فبعد كده الضيفين بيقولوا ان هو والد السيد اللي هو مشتريهم، وهو السيد الكبير اللي هو سفركل، يبقى هو اهم واحد في الحقل. وبعد كده بيسيبوهم يمشوا، وبنروح لمشهد لإينار هو وسورفين وبيكونوا بيزرعوا الارض، ويكون خلصوا جزء كبير وبينزل المطر. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه السيد كتيل وهو مع والده سيد سفركل، وهو بيكلم ابوه سفركل وبيقول لابوه انه ما يكلمش العبيد دول، يقول له العبدين دول تبعه. وبعد كده بيدخل العبدين اللي هم إينار وسورفين ويسلموا على السيد سفركل، وهو بيقول لهم اقلعوا هدومكم ونشفوها علشان اتبلت من المطر. وهما بيقلعوا هدومهم بيشوفوا ثعبان وبيكون نايم، وهما بيقولوا يبدو انه نايم بعدم ارتياح. وفجأة بيصحى من النوم ثعبان وبيصرخ على جده ويقول ها انا لقد لحقتك قبل ان تأكل، ولن اتركك تأكل لوحدك مرة اخرى. وبعد كده سفركل بيقول لثعبان انك شخص بجح، كيف تأكل وانت لم تعمل حتى؟ فبيقول له اخرس يا جدي، وبيقول له ان بيأتي اللصوص ليلا، وبيقول له ان المزرعة دي مسالمة بسبب ان هم بيحرسوها، علشان كده مفيش مشكلة انه ياكل. وثعبان وهو بيكلم جده بيشوف إينار وسورفين وبيقول لهم ماذا تفعلون؟ فبيقولوا له هل مسموح لنا الأكل؟ فبيقول لهم الطعام ليس فاخرا لدرجة أنه ليس متاح لكم، هيا تعالوا وكلوا. فبيرد عليه جده سفركل ويقول له ما هذه الوقاحة؟ بيقول لهم يلا اقعدوا كلوا معنا، بما أنكم اشتغلتم تستحقون الأكل. فبعد كده وهم قاعدين بيكلموا ويقولوا هل هو صحيح أن اللصوص يأتون للمزرعة؟ فبيرد ثعبان ويقول نعم إنهم يأتون دائما. بعد كده ثعبان بيقعد يتكلم مع السيد الكبير سفركل وبيقول له ان هو ده عملهم انهم يطردوا اللصوص. فبيرد عليه سفركل ويقول له ان قدر ما يخسروه من اللصوص هو نفس القدر الذي يدفعونه لهم من اجل ان يحموا المزرعة، ونحن من دونكم نستطيع طرد اللصوص، فنحن رجال نرديين نعرف كيف نستعمل السيوف والرماح. وبعد كده بيقعدوا يتكلموا ويكملوا كلامهم، وسفركل بيقول لثعبان اغرب عن وجهي. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه إينار وسورفين وهما الاتنين عمالين بيتكلموا. بعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه إينار وسورفين وهما بينثروا الحبوب، وإينار بيقول لسورفين انثر حبوب أكثر. فسورفين بيقول له ليس هذا كل ما لدينا. فبيقول له أجل لكن ثق بي لا بأس، وبيقول له أنا صديقك فثق بي. وبعد كده بيقول له ماذا صديقي؟ فبيرد عليه ويقول له أنا ماذا تشك بهذا؟ ألسنا صديقان؟ فبيقول له لا بل صديقان. وبعد كده بتنتهي الحلقة، وبتنتهي طبعا الحلقة في حتة جميلة جدا. بس قبل ما ننهي الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس
عشان يوصلك كل جديد، وقول لي رايك في كومنت. كمان انمي الحرب الشماليه هتلاقيها في علامه الاي وفي نهايه الفيديو، واشوفك فيديو جديد. يلا سلام.